بناء على طلب الشباب واللي عم يراسلوني عم بيقولوا لي انه خيو احكي لنا شوي عن الرجيم، عن امور نظام الاكل والى ما هنالك. اخي شوف لك شغله، موضوع الرجيم موضوعه شوي معقد. ليش معقد؟ ما لانه بسبب انه مثلا انه انا بتحمل ولا ما بتحمل، لا. شوف، نظام الاكل اليوم بحاجه لاول شيء كتله ماليه. بدك تخصص كتلة مالية، ولازم تعتمد على الأكل النوعي. بدك تقسم وجباتك على مدار اليوم، بدك تلتزم على مدار الشهر، وبتاخد نتيجة. يعني أنا اليوم ما فيني آكل خبز، ما فيني آكل أي شيء، وبنفس الوقت تجي بتقلي إنه معقولة ما ناكل شيء. لا، بدك تاكل. يعني أصلا في ناس بتعمل ريجيم بطريقة خاطئة وبضروا حالهم. يعني مثل هذا اللي بيعمل صيام متقطع مثلا بعدين بيدوخ. ما فينك انت تكمل هيك لك يا حبيبي. يعني تقعد تحرم حالك وتعطيها حرمانات، وبالاخير توقع بالارض واكل لي قرص فلافل اليوم باليوم، واكل لي لحستين لبنه مثلا. ما بيمشي الحال يا عزيزي، ما بيمشي الحال. هذا بده نظام اكل حسب انت متطلبات جسمك، حسب وزنك، طولك. اذا عم تلعب رياضه وتتدرب بدك نظام خاص. على سبيل المثال انت وزنك 80 كيلو، بدك يا اخي لكل كيلو جرام بدك جرام بروتين. اذا كنت بلاعب متوسط، اذا كنت لاعب عادي بدك نص جرام. بدك كارب، يعني بدك سعرات حرارية. فانت بهيك انت يعني اذا تجاوزت هيدي القصص فانت راح تتضرر. بعدين عزيزي لك شغله، مثلا انت اليوم بحاجه لمكسرات، وانت اليوم تخضع للبيئه الاجتماعيه اللي عايش فيها. يعني حسب البيئه الاجتماعيه، حسب انت ببيئتك شو الاكل المتاح. يعني انت اليوم مقيد بالاكل. يعني انت اكثر شيء ممكن تاكله فرضا السوركه والخبز، غيرك بياكل السلمون، غيرك بياكل الحبش، غيرك بياكل شرحات الدجاج، شرحات الفروج. عرفت الفكرة وين عزيزي؟ فأنت اليوم بده يكون عندك شيء متاح. نحن عم نحكي بالشكل العام، ما عم نخصص. لأنه في ناس بتقلي أحيانا أنه أنا يا أخي مثلا ما بقدر. ما بتقدر، أوكي، بس فينك يمكن أحيانا تقدر بالحد الأدنى. آه، خلي دائما أكلك يعني نوعي، يعني ابتعد عن المقالي. أنا عم وجه هذا الحكي للناس اللي ما بتقدر. وابتعد عن عادات الطعام السيئة، لأنه عادات الطعام السيئة مزعجة ومؤذية. مو بس أنه أنت بتخلي عندك زيادة وزن، بل هي بتعمل لك مشاكل. يعني زيادة الدهون بتعمل لك مشاكل نفسية، بتعمل لك خربطات هرمونية، بتعمل لك مزاج ما رايق. عرفتوا وين الفكرة؟ أه، بالمختصر حبيت أحكي هالكلمتين بناء على طلب حدا. يعطيكم العافية.